يوسف بصراحة متوتر؟ والله ابدا. ابدا. يعني انا كنت اتوقع كل شوي. وهذا امر غريب فيا، وانا يعني دائما ما اكون متوتر. كنت متوتر كثيرا في مباراة هولندا، لكن الان اظن ان يعني زيادة الخير خيرين. يعني لو تأهل المنتخب المغربي على حساب افضل منتخب في هذا المونديال وفي العالم، ستكون يعني سيكون انجازا تاريخيا، خصوصا واننا الان بدأنا نطمح للفوز بكأس العالم هنا في المغرب. وإذا لم يتأتى لنا ذلك وكانت القدرة الإلهية يعني تريد شيئا آخر، فمرحبا مرحبا بقدرنا وقضائنا. يعني جميل صراحة. ترى هو متوتر بس ما قال. لا والله يعني عندي هدوء، لا أدري لماذا، أمر غريب جدا. احنا متوترين يوسف، يعني أنا من الآن أقول ما أدري كيف يعني ودي المغرب تروح، لأنه المغرب يوسف يعني حتى نكون واضحين، المغرب لو فازت ترى ممكن تفوز بكأس العالم، عرفت يعني. ما ادري كيف يجيني هذا الشعور. انا يجيني هذا الشعور. الكبرى هي فرنسا في دور الثمانية. شوف انا عارف ان هدفك يا احمد هو انك تجعلني متوتر، انا عارف. ايوه. لكن ربما اذا اتصلت بي غدا في تقريبا مثل هذه الساعه لعلك تراني يعني اركض فوق هذا الصالون من الخلف ان شاء الله بالفرح باذن الله. يعني نتمنى بكل تاكيد ان يكون الفوز حليفا للمنتخب المغربي. الامر صعب للغايه، لكن المنتخب الفرنسي يلعب كرة قدم، فبالتالي له نقاط ضعف يمكن للمنتخب المغربي استغلالها. لدينا كل الثقة في الناخب محمد وهبي، لأنه ناخب ذكي يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات الكبرى. ومن تمكن من إحراج المنتخب البرازيلي ومن إسقاط المنتخب الهولندي ومن يعني تخطي عقبة المنتخب الكندي الذي تعنت كثيرا، فأظن أن بإمكانه يعني أن يجابه المنتخب الفرنسي الند للند. صحيح. زهير، مثل ما ذكر يوسف، المنتخب الأفضل في كأس العالم منتخب الفرنسي أمام منتخب المغرب، اللي نعقد كلنا الآمال على هذا المنتخب اللي فرحنا في 22 وإن شاء الله يفرحنا في 26. هل المنتخب المغربي مطالب بالفوز من أمام فرنسا، ولا نقول كثر خيركم خلاص إلى هذه المرحلة أنتم بتلعبوا مع أفضل منتخب في العالم؟ يعني الحقيقة المشروع المغربي بشكل عام قاعد يتطور. يعني نسخة 2022 نسخة دفاعية أكثر. اليوم مع محمد وهبي شفنا نسخة مبادرة، تأخذ زمام المبادرة، تفرض أسلوبها على أي خصم كان اسمه زي ما قال يوسف، قدام هولندا، قدام البرازيل، مو يعني يلعب ند بالند أو أكثر. يعني أنا يعني كنت قلتها معاكم هنا في مباراة هولندا، المغرب علمت أصحاب الكرة الشاملة كيف تلعب الكرة الشاملة. صحيح. فيعني هذا شيء نفخر فيه جميعا. دقة نقولها بالضبط. فبكرة أنا يعني الفضول اللي عندي إن كيف ديشام بيتعامل لو محمد وهبي قرر إنه يكون يلعب ضغط عالي ويكون صاحب مبادرة. ترى فرنسا فيها نقاط قوة مرة كثيرة هجوميا، لكن لم تواجه فريق يعني أحرجها بالهجوم. فأتصور أنه بنشوف على الأقل ومن الذكاء اللي أظهر محمد وهبي أنه يأخذ مباراة بكرة على مراحل، إحداها أن تكون مرحلة ضغط عالي وهجوم للمنتخب الفرنسي اللي شفناه في عنده عيوب دفاعية حتى لو لم يستقبل أهداف، لكن ليس الدفاع المستحيل. وعانى أمام الباراغواي. نعم صحيح. لا خلوني فقط موضوع يعني أقوله لصديقنا زهير. يعني ربما المنتخب السنغالي في تلك المباراة الأولى في الشوط الأول تمكن من إحراج المنتخب الفرنسي، لأنه فرض عليه أسلوب قوي بنفس طريقة اللعب. البنية الجسمانية للاعبين السنغاليين يعني تشابه البنية الجسمانية للاعبين الفرنسيين. نعرف أن جلهم أو أغلبهم من أصول إفريقية، فبالتالي يعني البنية الجسمانية متشابهة بشكل كبير جدا. وفي الشوط الأول شوط اللاعبين كانت المباراة متكافئة لدرجة أن الإحصائيات كانت 5 تسديدات للسنغاليين وفقط تسديدة واحدة للمنتخب الفرنسي. السنغاليون يعني تمكنوا من فرض أسلوبهم على المنتخب الفرنسي، لكن سذاجة المنتخبات الإفريقية ظهرت لأنهم لم يستغلوا فرصهم. في الشوط الثاني كان شوط المدربين، وهنا ديدييه ديشان أظهر على أنه مدرب يعني أفضل بكثير من بابتياو، وهو الذي في نهاية المطاف تمكن من الفوز بذلك الشوط الثاني ب3-1. إذا تمكن محمد وهبي من فرض إيقاع المنتخب الوطني المغربي في الشوط الأول ويعني تفعيل تلك الفرص وترجمتها لأهداف، وبعد ذلك في الشوط الثاني
اللعب مع ديدييه ديشان مباراة في الشطرنج، قطعة بقطعة، لاعب بلاعب، تغير لي هذا أغير لك هذا، مع محللي الأداء الذين يتوفر عليهم المنتخب المغربي، مع مساعد المدرب اللي هو يعني ساكرامنتو، رجل بخبرة كبيرة، عمل مع مورينيو، مدربين كبار. فأنا أظن أن إذا تقدم المنتخب المغربي في الشوط الأول وفرض إيقاعه، ربما يتمكن من نرفزة الفرنسيين وإخراجهم من تركيزهم. وأحمد وسالم، أنتم تعرفون أنني يعني أقطن عادة في إسبانيا وأتابع البطولة الإسبانية، نتابعها معا، فيعني نعرف مبابي جيدا، لاعب مزاجي، يمكنه أن يخرج من المباراة، يمكنه أن يسجل 3 أهداف على المانشستر سيتي أو على برشلونة، ثم يعني يغيب أمام ليفانتي بالضبط، أو أمام ختافي. فبالتالي صحيح. حذاري، مبابي يمكنه أن يكون سيفا ذو حدين أمام المنتخب المغربي. صحيح. لذلك احنا نذكر بالأرقام ما حدث للمنتخبين في كأس العالم حتى الآن. يعني فرنسا ب5 مباريات فازت في المباريات ال5، المغرب فازت في 3 مباريات. يعني من يسجل اولا فرنسا في ال5 مباريات دائما هي من تسجل اولا. المغرب 3 مرات يعني سجلت اولا. من يستقبل اولا فرنسا لم تستقبل أي هدف، بينما المغرب استقبل هدفين. يعني بالنهاية في الشوط الأول من خرج فائزا المغرب مرة واحدة خرجت فائزة في المباريات، بينما المنتخب الفرنسي 3 مرات من ال5 مباريات خرج فائزا في الشوط الأول. يعني زهير لما نتحدث عن كل هذه الأرقام صح يمكن في أفضلية نوعا ما للمنتخب الفرنسي، لكن ما يميز المنتخب المغربي أشياء ثانية. المنتخب المغربي يعني أحس الانتماء والهدف والرغبة أكبر، وتحديدا مع مدرب يعني أنا شفته يلعب بهجوم. يعني ما لعب مع البرازيل هجوم، لعب مع هولندا هجوم، لعب مع كندا صاحب الأرض هجوم. يعني ما يفكر في عملية أنه لا أنا أرجع وأحترم كثير. كيف تشوف حظوظ المنتخب المغربي بتجرد بعيد عن العاطفة؟ يعني صعب طبعا، يعني لما يكون أحد من أشقائنا يلعب لابد العاطفة تكون موجودة نوعا ما يعني. نوعا ما نعم. لكن خلني أقول بعد بمهنية ومصداقية أنها مباراة من طراز عالي بدون العاطفة. اليوم نتكلم عن فريقين من أفضل المنتخبات اللي تقدم جودة كرة قدم. صح. يعني من ناحية الجودة والإمتاع الاثنين بين المغرب وفرنسا. الشيء اللي يعني قاله حتى يوسف قبل شوي أن الشوط الثاني شوط المدربين، وأنا يمكن أزيد عليه بعد السلاح اللي عند فرنسا جودة الدكة. إن في كل مكان خاصة في الأسلحة الهجومية لو ساءت الأمور عند ديدي ديشام عنده أسلحة كثيرة على الدكة ممكن تغير أي شكل أي فريق. فمقارنة مثلا مع المقارنة لا تصح كثير مع الأرجنتين، مع يعني كان يعني نوعا ما سكالوني محظوظ إن لو تارو مثلا كان برا ما بدأ فيه أمس. فلا أنا برأيي أمس دخول لو تارو قلب المباراة توأسس مثلا. يعني لاعب وحيد يمكن في القائمة الاحتياطية، بينما أنت قصدك فرنسا في 4-5 جاهزين بالضبط، وفي الوسط وفي الأجنحة وفي الهجوم يعني. نعم. أروح معك يوسف وأستذكر 2022 والمواجهة الصعبة اللي كانت في نصف النهائي ذات المنتخب مع المنتخب الفرنسي. ما الذي اختلف من كأس العالم 22 إلى كأس العالم 26 بين المغرب وفرنسا؟ أنا أظن أن القاسم المشترك، لن أتحدث عن أوجه الاختلاف، ربما سنتحدث عن ربما الوجه المشترك الوحيد بين منتخب 2022 بالنسبة للمغرب ومنتخب 2026 هو الاسم. المنتخب المغربي القميص، العلم، النشيد الوطني، لكن أنا أظن أنه منتخب مختلف تماما، بالرغم من أن هناك يعني لاعبين من الموروث القديم أو من موروث ذلك المنتخب منتخب 2022، لكن هذا المنتخب لا يشابه ذلك المنتخب بتاتا.